انت لو جيت فتحت النسخة كده وجيت تدخل على النسخة هتلاقي ان الرسالة اللي هتظهر لك دلوقتي دي بتاعة التحديث، اللي هو انت في تحديث بفيرجن 9.71.1. ده كان التحديث القديم، وده احنا هنحدث التحديث ده. طيب ازاي نحدث بقى؟ احنا هنطلع من المسج ديت اصلا، وهتيجي هنا هتلاقي المسج اللي انت شايفه قدامك دي. تمام، المسج اللي انت شايفه قدامك دي دي هتلاقيها في اول كومنت وفي وصف الفيديو. احنا الباكج اللي معانا اللي هو جنب المتجر اللي هو ده، هتروح انت جاي مثلا دايس على اللينك هيوجهك للصفحة اللي انت شايفها. طبعا كل ديت يعني طريقة التحميل بتاعت النسخة وانا هسرع فيها بحيث برضو اللي هو كل ده هيتشال، يعني انت فاهم. طيب هخلص بقى طريقة التحميل من هنا بحيث الفيديو ما يطولش، وبعد كده هرجع لك تاني بعد ما نكون حملنا النسخة من اللينك ده. وبرضو طريقة التحميل اللي انت شايفها قدامك ديت انا هسيبها لك في وصف الفيديو وفي اول كومنت برضو، بحيث ان انت تقدر تحمل منها وتعرف الطريقة ازاي ده لو ما كنتش عارف، لان انا كده اصلا شارح الطريقة كذا مرة. طبعا بقى تروح جاي قايل له تثبيت، وبعد كده تروح جاي دايس على تحديث ديت وهتستنى بقى لغايه ما هو يخلص تحديث خالص. بعدين بقى نروح جايين دايسين على كلمه فتح، ونشوف بقى التحديث بتاع النسخه هيكون فيه ايه جديد وايه اللي اتضاف والحاجات دي كلها. نيجي مثلا نفتح اي شات من هنا كده، نجرب ندوس على اي مسج. طبعا علامه الطمس رجعت تاني زي ما انت شايف، وتقدر طبعا تعدل في كل حاجه فيها. طيب لو جينا بقى نشوف موضوع الخطوط بتاعه النسخه عشان نشوف الخطوط اتفعلت ولا لا، تيجي على الاعدادات من هنا كده وتجيب اول واحده دي، تطلع وتجيب الكل سيم لجميع الواجهات، تدوس عليها وبتجيب اول واحده اللي هي الستايل، هتظهر لك الواجهه ديت، هتجيب الفونت تك عليها كده، تلاقي عندك خطوط كتيره بقى اتضافت. تمام، عندك الخط اللي هو الايفون التقيل ده، ممكن تدوس عليه ويرجع لك خط الايفون اللي كان موجود قبل كده، وهنشوفه دلوقتي كده متفعل ولا لا. تمام، ده لان احنا اصلا عاملين كاستم فونت. نرجع تاني نقفل دي ونختار الخط اللي هو الايفون، هو كده اتفعل. طيب زي ما احنا شايفين الخط اتفعل اهو، والخط بقى تقيل معانا. وبرضه لو جينا نجرب ونتكة تلاقي علامة الطمس برضه شغالة وكل حاجة تمام جوه النسخة. ده شكل البروفايل. طيب نيجي بقى لأهم حاجة اللي هي اللغة. تمام، هتيجي هنا في الاعدادات وتطلع شويه وتجيب السيتنج اللي هي فوق دي اللي هي ديت، تروح جاي دايس عليها تفتح لك الواجهه دي. هتيجي على الاب لانجوج وتدوس عليها وتختار الانجليزي. ترجع بقى برضو تروح دايس على دي، تجيب اعدادات اخرى واف ام، تروح متك على دي وتختار الانجليزي. يبقى انت كده حليت مشكله اللغه والنسخه كلها بقت انجليش. نيجي بقى للشغل اللي بره النسخه. عندك هنا بيقسم لك الجروبات والشتات، وهنا عندك كلمه مور. القائمه دي مهمه جدا، ديت بتوفر لك الطاقه بتاع البطاريه وديت بتصلح لك كل المشاكل والعيوب اللي في النسخه، وديت بتظبط لك اللي هو الالوان بتاعه النسخه، الدارك مود واللايت مود والكلام ده كله هي وديت لو انت عايز تخفي مسج، وديت لو انت حابب تقطع النت عن النسخه خالص. تمام، على ما اعتقد يعني دي كل حاجه. وعلامه القلم ده برضو احنا كلنا عارفين الكلام ده. ولو جينا مثلا على الاعدادات ولا حاجه من هنا وجينا مثلا نجيب الشاشه الرئيسيه او اي حاجه، هتلاقي كل الكلام موجود زي ما احنا اصلا عارفين ومتعودين عليه. وشاشه المحادثه نفس الكلام، مفيش اي اضافات، مفيش اي حاجه جديده، كل حاجه تمام وزي ما هي. طيب لو احنا جينا بقى نرجع كده ونبص على حوار الايموجيهات والكلام ده كله، ونشوف الايموجي موجود ومتفعل ولا لا. لو جينا نبص كده هتلاقي عندك كل الايموجي الجديد لسه زي ما هو موجود. تمام، بس كده بقى عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، سلام.